والقرينة الأكثر أهمية والتي أجلتها للنهاية هي قرينة البلتاجي، سواء من حيث الشهادة اللي قدمها الدكتور محمد البلتاجي أو من حيث موقف السيسي منه. وحسبكم تسمعوا شهادة الدكتور محمد البلتاجي عن صبري نخنوخ وعن دوره ودور البلطجية عموما في الحياة السياسية لحكم العسكر، وأعتقد أنها الشهادة الأهم في هذا القرن، والأهم منها هو موقف السيسي من البلتاجي مقارنة بموقفه من نخنوخ. السيسي أتى الأسماء بنت الدكتور محمد البلتاجي قدام عينيه واعتقل وحكم عليه بالإعدام، واعتقل ولاده أنس البلتاجي في أواخر 2013، يعني من وهو عمره 19 سنة، وتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي، ورفض السيسي الإفراج عنه رغم حصوله على أحكام عدة بالبراءة وقرارات بإخلاء السبيل، حيث كان يعاد اتهام أنس في قضايا جديدة كلما صدر له قرار بإخلاء السبيل. كما اعتقل السيسي أيضا أخو أنس خالد البلتاجي فجر يوم 22 من سبتمبر 2015 من منزل الأسرة بمدينة نصر، يعني وعمره 16 سنة. اعتقل الولد وهو عنده 16 سنة، يعني ما ينفعش يتجوز بس ينفع يعتقل. وما زال الثلاثة في الزنازين. وفي المقابل فإن صبري نخنوخ عندما قبض عليه بتهم حقيقية وحكم عليه سنة 2013 أرسل له السيسي قبل الانقلاب من يطمئنه على أنه لن يكمل مدة العقوبة، وستلاحظون هذا في المقطع الذي ستشاهدونه له مع ريهام سعيد. ومن الثقة الشديدة التي كان نخنوخ يتحدث بها حتى وهو محكوم عليه، ومن حرصه على إبداء الاحترام للعسكر والثقة الشديدة فيهم والتأييد الأشد لهم. وبعد الانقلاب عدل السيسي القانون من أجل نخنوخ، ولما لم يكفي التعديل للإفراج عنه بسرعة، كان مش بس المطلوب الإفراج، لا، مطلوب إفراج سريع. التعديل لم يكفي لهذا الإفراج السريع، كان الإفراج كان هياخد شوية وقت، وهنا أصدر له السيسي عفوا رئاسيا حتى يفرج عنه فورا، ولتكتمل به مجموعة المجرمين الذين عفى السيسي عنهم، ومنهم العرجاني وهشام طلعت مصطفى ومحسن السكري. السيسي لم يعفو إلا عن المجرمين، ولم ينكل إلا بالثوار أيا كان انتمائهم، ومنهم بالطبع الدكتور محمد البلتاجي اللي فضح دور السيسي في أربعاء الجمل 2 من فبراير 2011 وكشف صبي نخنوخ. وسنشاهد معا محمد إبراهيم شريك السيسي في الانقلاب وأول وزراء داخليته وهو يعترف بأن نخنوخ أصدر إليه أمرا. يتحدث محمد إبراهيم عن هذا الأمر وكأن هذا من حق نخنوخ. واسألوا السيسي من الذي جعل من حق نخنوخ أن يأمر وزير الداخلية أو أن يطلب منه، هو المفروض أنه هو حتة بلطجي ومحكوم عليه ب 28 سنة سجن. الإجابة هي أن السيسي هو الموضوع ونخنوخ مجرد أداة من أدواته، وخطرته أنه الأداة التي تكشف الآن صاحبها وتفضح الملعوب من أوله. وأترككم مع المادة الوثائقية التي أرجو أن تتابعوها بمنتهى الدقة، ففي كل لقطة منها قرينة ودليل. وتذكروا أن حتى مذيعة نخنوخ جولي أمين أفرج عنها السيسي، كانت بتبيع 9 عربيات لصالح نخنوخ بعد التحفظ على ممتلكاته. ادعوا إن هي كانت بتبيع عربية واحدة مش 9 ولا حاجة، وإن العربية دي كانت شرياها من نخنوخ بتوكيل وكانت رايحة تنقلها باسمها. والحقيقة إنهم كانوا 9 عربيات، وإن جولي أمين معاها توكيل مش عشان عربيتها، لا، عشان هي من مساعدي نخنوخ، وإنها بالتوكيل ده حاولت تبيع عربيات نخنوخ لصالحه بعد التحفظ على أمواله، يعني حاولت تتحايل على قرار النيابة. ورغم كده السيسي أفرج عنها. قارن ده بقى
بأسماء البلتاجي اللي السيسي قتلها في رابعة لمجرد إنها هتفت عيش، حرية، عدالة اجتماعية. يطلع يحرق الضرايب، وعلشان يطلع يحرق يقتحم، وعلشان احيانا بعد شويه نفاجئ ان في 3 4 5 من الشباب الطاهر دول راحوا متقين بالنار. علشان نبتدي حاله دفعه دورة جديده، أخرى من دفعه الغضب جديده والعنف فيها عشرات ومئات الالاف تستمر. طيب فهمني بس اكتر عشان انا عايز افهم الحكايه دي. انت بتقول جهاز مخابرات حسني مبارك، هل انت تتهم جهاز مخابرات الان بان له دور ام انهم خارج جهاز المخابرات؟ شوف يا سيدي بشكل واضح، انا بفضل الله في غايه الصراحه، ولا يرهبني اي حديث، ولا توجد لدي اسقف حمراء ولا خطوط حمراء، واتحدث في غايه الوضوح. عارفين جهاز مخابرات حسني مبارك اللي بقول لحضرتك عليه ده بيشتغل، بيعاونه قيادات امنيه، بعضها لازال موجود داخل وزاره الداخليه دلوقتي، وبعضها خرج من موقع المسؤوليه لكن عنده معلومات. تمام. قيادات امنيه بعضها كانت جزء من توظيف البلطجه طول السنين اللي فاتت. خريطه البلطجه عندنا خريطه سياسيه معروفه لدى رجال المباحث بالواحد. تمام. في كل حاره وشارع وحي وقريه ومدينه. تمام. معروفه، وكانت بتوظف قبل كده في ضد السياسيين وضد في الانتخابات، واللي بيخرجوا ليله الانتخابات علشان خاطر يبوظوا الانتخابات، مش كده؟ تمام. كلنا نعلم هذا. تمام. خريطه البلطجه دي لا تزال موجوده حتى الان، ويتم توظيفها وتحريكها. انا اول امبارح سالت السيد مساعد وزير الداخليه، انهي واحد؟ اللواء احمد جمال مسؤول الامن العام في الاجتماع، قلت له في اسم فلان الفلاني. مين فلان الفلاني؟ صبري حلمي نخنوخ، ماذا تعلم عنه؟ فقال لي ده مورد بلطجيه على مستوى القطر. طب قلت له ليا سؤالين، هو فين طالما انت عارف هذه المعلومه وعملت معاه ايه؟ والسؤال الثاني بيشتغل لحساب مين؟ وبالتالي شوف استاذ خالد، انا لا يهمني موجودين في الجهاز ولا بره الجهاز. انا اللي يهمني دلوقتي سنضع كلجنه دفاع وامن قومي الجميع امام مسؤولياته، سواء بتتكلم عن امن عام او امن وطني او امن مركزي، او في المقابل الناحيه الثانيه شرطه عسكريه، مخابرات حربيه، مخابرات عامه. الجميع سنستدعيه للجنه الدفاع والامن القومي في البرلمان. تمام. ونساله السؤال بشكل واضح، اما ان تقدم معلومات من خلال طبيعه مهمتك ووظيفتك اللي بتقبض عليها واللي الشعب حطك في موقع المسؤوليه علشان تخدم بيه هذا الوطن، علشان نصل الى، مش هنقبل ان احنا نفضل شغالين في اسطوره وهم الايد الخفيه والايد الثالثه والطرف الله والمش، ده كلام محترم، مش هنقبل ده. انا مش بتهم ولا اسعى للاتهام، لازم نعرف مين. لا تقول لي بتتهم مخابرات ولا، مش بتهم، بس الجميع امام مسؤوليه. ان شاء الله تبقوا تصوروا الورق، تصوروا التحقيقات المحكمه، وتصوروا كل حاجه، تبقوا جاهزين ان شاء الله. يعني تبقوا تصوروا جهزوها، مسألة شهود تبقوا تصوروا كل. اتفضل. هل تضمن الحوار مع السيد اللواء احمد جمال الدين انه قرر لك ان المتهم قد شارك في تلك الوقائع التي سردتها امام المحكمه؟ سمة الدفاع. وهل قرر اللواء احمد جمال الدين على مسامعك ردا على ما ذكرته له باشتراك المتهم صبري حلمي نخنوخ في تلك الأحداث سالفة الذكر؟ هو قال إن فقط ما ذكره اللواء أحمد جمال الدين هو ما قلته بالحرف الواحد، صبري حلمي نخنوخ. فقط ما ذكره لي اللواء أحمد جمال الدين أن المتهم صبري حلمي نخنوخ هو مورد بلطجية على مستوى القطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قررت المحكمة أولا
تأجيل نظر الدعوة لجلسة 3/12/2012 لسماع شهود النفي، مع استمرار حبس المتهمين، وعلى النيابة العامة إحضارهما من السجن، وضم الجناية رقم 8666 لسنة 2012 قسم العملية تاني لارتباطها بالجناية الماثلة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول، وصرحت للدفاع بإعلان شهود النفي. ثانيا، ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية ليعهد الخبير السابق ندبه أو أي خبير آخر يراه الانتقال لنادي قضاة الإسكندرية لاستكتاب الموظف المختص وباقي الموظفين المختص محمد رفعت عبد العاطي وباقي الموظفين الإداريين المختصين بسكرتارية النادي لبيانات بطاقة العضوية المضبوطة لدى المتهم صبري حلمي نخنوخ، موضوع الفحص السابق على النموذج الصادر بتاريخ 3/3/2010، وإجراء عملية المضاهاة اللازمة لبيان ما إذا كان أي منهم هو الكاتب لعبارات البطاقة أم لا، وذلك بذات الأمانة والصلاحيات المخولة للخبير بقرار المحكمة الصادر بجلسة 13/2012، على أن يقدم الخبير المنتدب تقريره قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل، وعلى النيابة العامة تنفيذ قراراتنا سالفة الذكر. رفعت الجلسة. التهم المنسوبة إليك من إن هو تم القبض عليك وبحوزتك عدد من الأسلحة وعدد كبير من البلطجية، أسود مفترسة، رأيك إيه في اللي حصل؟ مربي أسود وعندي مسدس اللي اتمسك مرخص، وعندي بندقية اللي جبتها من بعد الثورة، وأنا ما كنتش متواجد في مصر من 2012 لغاية 2008 ولسه جاي حال. حضرتك إيه الأنشطة الاقتصادية اللي بتشتغل فيها؟ أنا عندي شركة كايرو ستار الاستثمار عقاري وتقسيم الاراضي وكلام من ده وكذا مجال، وعندي محلات طرمبات ميه ومولدات كهرباء وكلام من ده. ايه الظروف اللي تم فيها القبض عليك؟ انت شايف ازاي؟ هل شايف ان انت بريء، ان التهمه ملفقه؟ مش مستاهله اللي انا فيه ده كله، مش مستاهله الجو المعمول ده كله. لما تم القبض كان فيها مجاملات لحد او كلام من ده، عشان كده بيتعمل معايا كده. اذا كنت ممكن يتجامل في قضيه يتم فيها القبض عليك بهذه، اذا كان البلتاجي او الاخوان او الكلام من ده اللي هم طالعين على التلفزيون بيتكلموا عليا وانا مش موجود اساسا، ما كنتش في مصر، انا من 2012 وانا بره ولسه راجع 2008. يعني انت حاسس ان التهمه ملفقه النهارده؟ يعني اللي بيتعمل ده مش واحد عنده بندقيه زياده في فيلا مثلا او مسدس او كلام من ده، اللي بيتعمل ده اكتر من كده كتير. الاسود اللي كانت موجوده عندك حضرتك بتربيها ليه؟ الاسود دي مربيها من زمان، بقى لها 10 سنين عندي، وحصل قبل كده مشكله عليها في الموضوع ذبح الحمير وكلام من ده، وخدت حكم محكمه بحيازتها في البيت عندي. الكلاب والحيوانات المفترسه اللي موجوده حضرتك بتقتنيها باي اغراض؟ الغيه، وبحب الحيوانات وكلها ليها اوراقها وكلها مرخصه. تم القبض على عدد من الافراد كانوا موجودين عندك في الفيلا، كنتوا قاعدين كنتوا عاملين حفله ولا دول ضيوفك العاديين؟ حفله، دول صناعيه كلهم، في عمال شغاله في الفيلا وفي صناعيه جايين يعملوا نقاشه وتوضيبات في الزراعه وتوضيبات في الكلام ده. وانا كنت نايم اساسا، لما دخلوا كنت انا نايم فوق. طب حضرتك احكي لنا ظروف وملابسات القبض عليك، اللحظات الاخيره قبل القبض عليك ووجودك. انا كنت نايم فوق في الجناح بتاعي، ولقيت الباب خبط وبفتح لقيت الجماعه دخلوا عليا في الجناح. طب السيدات اللي كانوا موجودين عند حضرتك في البيت؟ لا دول ما اعرفهمش، هم فيهم واحده انا اعرفها اللي هي مرات واحد اسمه محمد شغال معايا ومعاه بطاقته وفيها هي زوجته وكلام من ده، التانيين دول ما اعرفهمش. هل سبق اتهامك في قضايا قبل كده وهل كان فيها شبهه تلفيق زي ما حضرتك بتتكلم؟ لا ما فيش حاجه. يعني انت شايف دلوقتي ان انت هو دي تصفيه حسابات عشان النظام الحزب الوطني القديم محسوب ان انا محسوب على النظام السابق والحزب الوطني والكلام ده كله. يعني شايف ان القضيه ليها ابعاد سياسيه؟ ليها ابعاد سياسيه، وانا سامعها على التلفزيون من البلتاجي. سامعها من البلتاجي بيكلم سياده اللواء احمد جمال وبيسالوا عليا وكلام من ده على برنامج خالد صالح في قناه النهار. ولسه سامعها لما رجعت مصر. تقول ايه للاعلام في محاوله منك لان انت تبرأ ساحتك وتدافع عن نفسك، تقول لهم؟ اقول احنا يعني دخلنا الظلم اكتر من الاول. النهارده عشان يتجاملوا الاخوان وكلام من ده باللي انا بيحصل فيا ده حرام.
يعني انا غلطت، معايا طبنجه، معايا بندقيه، معايا كلام من ده، سلاح ماشي، اتحاكم عليه، اتحاسب عليه او كلام من ده. ما تهاجمش اكني ارهابي وتخش مدرعات وتخش طريقه الهجوم اللي اتمسكت بيها وكلام من ده. حضرتك ما حكيتلناش التفاصيل، انت قلت ان هم قبضوا عليك وانت كنت نايم، ايه ظروف القبض عليك ده؟ كانت قوه شكلها ايه؟ وجهوا لك اتهامات؟ تم التعامل معاك باي شكل؟ لا، هو التعامل بكل ذوق طبعا، ومفيش اي مقاومات لا من ناحيتنا ولا من ناحيته، مفيش اي حاجه، والناس باحترام بصراحه، والناس زي الفل. بس هم دخلوا بالمدرعات طبعا في الفيلا، والناس كلها اتاخدت وكلام من ده، اللي موجودين، اللي جاي يعمل حاجه الصناعيه، العمال، حارس الاسود، حارس كل الطباخ، كله اتاخد. يعني كلهم كانوا اتلموا على بعد ما صحوني، نزلت لقيت كله كان متاخد مع تفتيش البيت طبعا كله كلام من ده. الحيوانات والكلاب اللي كانت عندك دي هوايه مش اكتر؟ هوايه طبعا. انا ما عنديش حد متهمني في حاجه، محضر بلطجه ولا متخانق مع حد ولا حد اتعديت عليه ولا ظلمت حد عمري. انا بعمل خير الحمد لله كتير، ونازل مخصوص عشان اذبح وفرق الناس الغلابه العاديات والكلام ده. يعني جاي تقضي وبعمل يعني الناس كلها فاهمه ان انا بقف مع الغلابه، مش كان عند حضرتك عدد من الملاهي الليليه، هل دي انشطتك ودي تصفيه حسابات لحزب الحريه والعداله او يعني اللي بيحكموا مصر خلال الكلام النايتات والحاجات دي مش تبعي كده. اخويا كان عنده النايت بتاع فندق هوريس بس. ده مش نشاطك؟ لا مش نشاطي. انا نشاطي شركه كايرو ستار في 163 شارع الهرم، وعندي جريده الدوله اليوم في 76 شارع مهدين، شارع 26 يوليو. يعني التهمه دي ملفقه، تقول ايه بقى للاعلام في نهايه كلامنا؟ ان انت تبرأ ساحتك، تعرفهم بنفسك، تقول لهم انت ايه وشايف الدنيا بقى يعني انت في الظروف اللي انت. انا عندي شركه تقسيم اراضي، وعندي كميه اراضي الحمد لله مستوره قوي، لا محتاج لا بلطجه ولا محتاج العافيه ولا محتاج الكلام اللي بيحصل ده كله. واذا كنا وقفنا مع النظام السابق في الانتخابات وكلام من ده، كان اي حد يوقف، يعني اي حد كان يستدعوه النظام السابق لازم يوقف، ما كانش يقدر يقول لا. الساده الضباط بيتعاملوا معاك ازاي دلوقتي بعد ما تم القبض عليك؟ لا، ناس محترمه بصراحه وزي الفل، ما فيش اي مشاكل. بس انا عارف ان دي تعليمات، يعني هم برضو يعني الناس غصب عنهم، وانا عارف كده ان دي تعليمات. اذا كان مجامله لمحمد البلتاجي او للسيد الرئيس الجديد بتاعي، يعني كلهم، يعني كنا نيجي نرجع زمان كده، كان ممكن حد فيهم النهارده كان زمان حد ممكن يتجامل فيهم ان انا يتعمل فيا كده عشانهم. ده سؤال حضرتك بتفهم. وتقول لهم ايه بقى انت يعني بعد ما يتم عرضك على النيابه ربنا يسهل، الدنيا الدنيا صغيره. طبعا اللي احنا تابعناه مع حضراتكم دلوقتي هو الحوار الاول مع نخنوخ اللي تم القبض عليه. لازم ناكد انه ذكره للدكتور محمد البلتاجي هو طبعا في محل الدفاع عن نفسه، او نخنوخ هكذا يتحدث، وبيقول ان هي تصفيه حسابات. عموما اي شخص الان او اي طرف بيتم التعامل معاه او القبض عليه بشكل او باخر، بتبقى المساله دايما هي وضع الامور في اطار سياسي، او وفقا للي قاله هو دلوقتي على انه الجميع يستهدف طرف ما، ده يبقى لانه هو بيعمل ضد الاخوان او في اطار الاخوان كهدف هذه الايام. ده على ذمه ما قاله متهم حتى هذه اللحظه، والاتهامات قيد البحث، ولكن ما يتعلق بالدكتور البلتاجي طبعا بنتحفظ عليه لانه هو ذكر على مسؤوليته. في نفس اللي احنا بنقوله على فكره مش بعيد، يعني اللي قاله نخنوخ وهو المتهم مش بعيد عن المناخ السياسي اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، لان احنا بنتكلم في خلال 48 ساعه. ال 48 ساعه اللي فاتت دي شهدت ما يسمى بدعوه لثوره جديده، تتحدث ايضا عن العمل ضد الاخوان او عن استهداف الاخوان او عن اسقاط دوله الاخوان. ليس بعيدا عن ذلك كل ما كتبه او جزء كبير مما كتبه الاستاذ عبد الله السناوي على مدى الاسابيع اللي فاتت، واللي كان ابرزها ما ذكر عما او ما نقلوا من معلومات وتحليل في مقاله نصف انقلاب نصف اتفاق. وده عن التوازنات السياسيه، القوى السياسيه المصريه دلوقتي اللي بتتصارع حاليا في مشهد مختلف، ولكن جزء منها او جزء اساسي طرف اصيل منها اصبح في دائره الحكم والتاثير. يعني نخنوخ مثلا في برج العرب، تمام، بعت لي احد الرسائل عايزني ابعت له البلتاج. ياه، ده كانت نكته، ده بجد؟ لا بجد، عايز يروح. فكرة انك جيت كده من على سريرك بمنتهى السلمية، والناس كلها كانت عاملة في اعتبارها ان هذه القلعة الذي يعني مستحيل يتم اقتحامها، وحتى لو تم اقتحامها مش هيبقى بالطريقة السلمية.
انا لو وحش او هو بلطجه او كلام من ده مش هاجي بدون مقاومه او بدون كلام من ده او بدون مشاكل. يقولوا ما لحقتش. لا بالعكس، انا لو قالوا لي يلا يعني بالتليفون، لو قالوا لي تعالى من غير ما ينزلوا لي خالص مدرعات والمنظر اللي حصل ده كله كنت هاجي. عنصر المفاجاه مش هو اللي خلاك ما لا ما فيش حاجه تستاهل ان انا اعمل مشاكل. امال ايه اللي حاصل؟ شوفي على برنامج النهار في قناه النهار، برنامج خالد صالح. النهار على فكره خالد صلاح. خالد صلاح كان طالع مع الدكتور محمد البلتاجي وبيتكلم عليا في ايه؟ هو لازم تجيبوه، لازم يتحبس. طب هو محمد البلتاجي ممكن يكون بيكرهك ليه؟ ما اعرفش. هل انت تتهم جهاز مخابرات الان بان له دور ام انهم خارج جهاز شوف يا المخابرات؟ سيدي بس بشكل عشان واضح انا بفضل الله في غايه الصراحه، ولا يرهبني اي حديث، ولا توجد لدي اسقف حمراء ولا خطوط حمراء، بتحدث بغايه الوضوح. عارفين انا اول امبارح سالت السيد مساعد وزير الداخليه انهي واحد؟ اللواء احمد جمال مسؤول الامن العام في الاجتماع، قلت له في اسم فلان الفلاني. مين فلان الفلاني؟ صبري حلمي نخنوخ، ماذا تعلم عنه؟ فقال لي ده مورد بلطجيه على مستوى القطر. فقلت له ليا سؤالين، هو فين طالما انت عارف هذه المعلومه وعملت معاه ايه؟ والسؤال الثاني بيشتغل لحساب مين؟ علشان نصل الى، مش هنقبل ان احنا نفضل شغالين في اسطوره وهم الايد الخفيه والايد الثالثه والطرف الله والمش ده كلام محترم. مش هنقبل ده. انا مش بتهم ولا اسعى لاتهام. لازم نعرف مين. لا تقول لي بتتهم مخابرات ولا مش بتهم، بس الجميع